موضوع الكلاب كتر قوي وبقوا مستفز وبقي رخم، وكل واحد عايز يطلع ترند. ايه ده الكلاب؟ ما تجوش عند الكلاب، ما تموتوش الكلاب، ما تعملوش الكلاب. ايه ياما في ايه؟ ايه ياما؟ كلاب يعني الكلب ده حيوان أليف ما اختلفناش، بس في مثل بيقول لك ايه؟ الحاجة لما بتكتر زيادة عن حدها بتتقلب ضدها. الكلاب كترت بطريقة رهيبة، دخلت في مرحلة اللي هو بقى متشرس، اللي هو بقى يهجم على الناس بسبب كتر الزبالة وبسبب. انا دلوقتي لما يكون ابني ماشي انا خايف عليه، مراتي ماشية خايفة عليها، اختي ماشية، امي ماشية، انا ماشي ما بعرفش امشي عندنا هنا من الكلاب. الكلب دلوقتي مش هتملس عليه يلعب لك بديله، هيهبشك من الامبولة. انت في ايه؟ انتوا في ايه؟ هي خلاص هي بقت موضة الرفق بالحيوانات. الرفق بالحيوان طلع كده يا جماعة، الموضوع زاد عن حده. عيالنا ماشيين في الشوارع مش احنا خايفين عليهم، مش عارفين يمشوا. كل واحد جايب له يروح عند فرارجي يجيب عنده الرجول ويجيب عنده الحاجات بتاعت الفراخ اللي بينضف بيها الفراخ ويقعد يوكل الكلاب في الشارع. يابا انت بتشرصها، هتيجي تقول لي ما هي الكلاب بتاكل اكل ناي؟ يا باشا افهمني. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الحيوان خلقه بطريقه اللي هو يبحث عن رزقه، يبتدي بقى ايه، ياكل لك في الفيران ويعمل مش عارف ايه ويعمل حراسه واللي. الكلاب دلوقتي الاكل بيجي لها بيتمنتخ، ما بيقعدش حتى يمشي ولا هو قاعد مأنتخ. الزباله كترت ما اكترها في فيصل عندنا، كل خطوه زباله مكومه، مش عارف المسؤولين فين، مش في موضوعنا. زباله في كل حته، قومت الكلاب بقت في كل حته. تيجي انتوا تجيبوا اكل وتوكلوها كمان؟ يا جماعه الموضوع زاد جدا، وكل واحده تطلع ايه ده حرام عليك مش عارف ايه. انت دلوقتي لما ابنك يعضه كلب ويموت بسبب عضة كلب، انت مستني ايه اللي منتظراه؟ عاوز افهم انا. ومعلومه بس على السريع، اي حد لما كلب يعضه ما يروحش يحط بن على الجرح او يروح يعمل ولا يسوي، يغسل الجرح بميه وصابون. ميه وصابون، بيقول لك الصابون هو اقوى ماده عشان لعاب الجرح، وما تقفلش الجرح، خليه ينزف شويه كده عشان ينزل الفيروس بتاعه. ما تكتموش الجرح بتاع مكان عضة الكلاب، ما تكتموش وتروح تكتمه ببنه وتروح تربطه، لا، سيبه يروح منزل شويه دم وميه وصابون، ميه كده وصابون لمده ربع ساعه لغايه ما تودوه ياخد المصل بتاعه. والجرح بتاع الكلب بيقول لك ما بيتخيطش عشان ما تقفلش على الفيروس جواه ويتكاثر. دي معلومه على الماشي يعني كده، ربنا يسترها علينا وعلى عيالكم. وبناس بتوع الرفق بالحيوان، الكلب مش عارف، خديه في بيتك معاكي، نايميه على السرير، حطيه في البلكونه. اما انت خلاص القلب الطيب قلب حنين على اللي جابونا في الشارع، واحنا عمال طول ما احنا ماشيين كل واحد خايف على الامبوله. ايه يعمل ايه يعني؟ اوعى الامبوله ايه؟ الناس كلها امبولتها اتهرت، ارحمونا شويه، ارحمونا لله يا جدع. كل شويه اوعى في ايه؟ هو انت عمال توكل الكلب؟ خده بيتك وعيش معاه وتعامل واعمل له مزرعه ووكله وشربه واصرف عليه، بس ما تخنقوناش احنا بقى، ما تخنقوناش يا جدعان. العيال عندنا كل يوم العيال عماله تتعض، حرام عليكم. اتقوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت عندك حياه الكلب احسن من حياه ابنك يا بلط.